السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم يا حبايب قلب أم سيف، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. أنا النهاردة جايالكم بفيديو كامل ومتكامل ومهم جدا لأي حد بيحب يربي البط، سواء كمشروع أو للاستهلاك الشخصي. في الفيديو ده هنتكلم عن تربية البط من الألف للياء زي ما الكتاب بيقول بالظبط. الفيديو بتاعنا هيتقسم لعدة مراحل، وأول مرحلة ازاي نختار النوع المناسب، تاني مرحلة ازاي نجهز المكان، وتالت مرحلة التغذية من أول يوم لحد البيع، واللي بعد كده الوقاية من الأمراض. ومعانا المرحلة الخامسة أسرار التسمين السريعة اللي هتوصل معاكي البط ل5 و6 كيلو في 3 شهور بس. وكمان ازاي تحسب التكلفة وتحقق أعلى الأرباح من تربية البط المسكوفي. يعني الفيديو ده باختصار كبير جدا مرجع كامل ليك، لو شفته للآخر مش هتحتاج تدور على أي معلومات تانية تخص تربية البط. ويلا بينا من غير رغي كتير نخش في الفيديو بتاعنا. وأول مرحلة هنبدأ بيها وهو اختيار النوع المناسب. أول خطوة في تربية البط هي اختيار النوع، ده بيأثر على كل حاجة بعد كده، هيأثر سواء احنا مكسبنا هيبقى كتير أو قليل. أشهر الأنواع اللي بتحقق معانا أعلى الأرباح هنقولها في الفيديو بتاعنا. واول نوع معانا وهو البط المسكوفي. البط المسكوفي سريع النمو، لحمه وطعمه مميز، وغير كده ان هو مطلوب في السوق بشكل كبير جدا. المناعة بتاعته عالية جدا، فبالتالي مقاوم للامراض، بس بيحتاج شوية عناية بسيطة وكويسة بالاعلاف اللي احنا بنقدمها له اول شهرين بس، لكن بعد كده ممكن نربيه على بواقي المنزل عادي جدا، مفيش اي مشكلة زي ما انا بعمل. وتاني نوع معانا وهو البط الفرنسي. البط الفرنسي وزنه كبير وسريع التسمين، وكمان مناسب للمشروعات، بس احيانا حساس شوية من ناحية الامراض، يعني المناعة بتاعته مهيش قوي. ده كده كان معانا البط الفرنسي، دي المميزات بتاعته. طب تمام، البط البلدي ارخص في التربية، بيتحمل الظروف الصعبة، ونموه ابطأ من المسكوفي والفرنسي شوية. ده كده كان معانا البط البلدي. البط بقى البكيني خفيف وسهل التربية، مطلوب في بعض المناطق لكن مش في كل المناطق، يعني مش كل الناس بتحبه، لكن في بعض الناس بتحبه. نصيحتي بقى للمبتدئين اللي لسه عايزين يربوا سواء للاستهلاك او للبيع. للبيع ابدأي بالمسكوفي. المسكوفي بسم الله ما شاء الله بيشتغل معاكي اوزان، بيتحمل الامراض، وكمان زي ما قلتلك بتربيه اول شهرين على علف صناعي اللي هو العلف البادي والنامي والناهي اللي احنا بنربي بيه الفراخ البيضاء، لكن بعد كده هتربيه على بواقي المنزل. وشوفي ايه الاوزان اللي انتي هتحصليها. هتاخدي بط ظهره عريض جدا، الصدر بتاعه كبير بسم الله ما شاء الله، السلالة بتاعته ممتازة جدا جدا جدا، بيشتغل معاكي اوزان بسرعة البرق زي ما بيقولوا. ابدأي بالبط المسكوفي او البط البلدي. ليه؟ لانهم اسهل في التربية، مكسبهم مضمون 100%. الجزء التاني بقى اللي احنا هنتكلم فيه في الفيديو بتاعنا وهو تجهيز المكان. بعد ما تختاري نوع البط اللي انت هتربيه لازم تجهزي مكان نضيف وصحي لاستقبال البط بتاعك. لو هتستقبلي 10 بطات فهتبقى محتاجة حوالي متر او متر ونص. متر ونص تمام، لكل 10 بطات محتاجة متر ونص مربع تربي فيه البط بتاعك. تمام، لو انت بقى هتربي 20 بطة 3 امتار، لو انت 25 بطة مثلا 4 امتار كده، يعني على حسب العدد البط اللي انت هتجيبيه، بس كل 10 بطات متر ونص مربع. التهوية، المكان يكون فيه هواء ونضيف لكن بعيد عن تيارات الهواء القوية، يعني ما ينفعش ندخل هواء مباشر او هواء قوي للبط بتاعنا. تمام. الإضاءة بقى، البط أول شهر محتاج إضاءة مستمرة، لكن بعد كده ممكن تقللي، يعني تطفيها بالنهار تسرجيها بالليل عشان يعرفوا ياكلوا، وهكذا. درجة الحرارة أول أسبوع بتبقى للبط 32 درجة مئوية. بعد كده بعد أول أسبوع
تبدأ تقل تدريجيا لحد ما توصل معانا ل26 درجة أو 25 درجة. طب تمام. الفرشة بقى يفضل النشارة الخشب. أنا عن نفسي بفضل النشارة الخشب عن التبن، لكن لو انت متوفر عندك تبن ومش متوفر نشارة خشب فاستخدمي أي حاجة من الاتنين، نشارة أو تبن. النشارة أو التبن بتمتص الرطوبة وبتمنع الأمراض، لكن أول ما تحسي إن النشارة أو التبن أو الفرشة اللي انت حطاها اتوسخت لازم تغيريها على طول عشان مفيش أي أمراض أو أي حاجة تيجي للبط بتاعنا. الجزء الثالث معانا هو التغذية من أول يوم لحد عمر البيع. تمام. الغذاء أو الأعلاف اللي احنا بنقدمها للبط بتاعنا هو أهم سر في نجاح مشروع البط. أول أسبوع هنستخدم علف بادي 21% من البروتين أو 23%، يعني الأحسن إن انتي تستخدمي علف بادي تركيز 23.5 أو 24، بيختلف على حسب نوع العلف. يعني أنا عن نفسي بستخدم نوع هرمن بيبقى 23.5% بروتين. تمام. المية تكون نظيفة على طول. تمام. ما تحطوش مية باردة فيها تلج، لأن المية عادية من الحنفية لكن نضيفة على طول، يعني مثلا ممكن تغيريها مرتين في اليوم. طب تمام. هنضيف ايه بقى للبط اول يوم؟ ممكن نضيف محلول جفاف او فيتامينات بسيطة او مضاد حيوي. محلول جفاف اللي احنا بنشتريه من الصيدلية البشرية بنستقبل عليه الفراخ البيضاء، نستقبل عليه برضو البط المسكوفي، او فيتامينات بسيطة زي ما قلنا. او حتى لو مش موجود عندك محلول فيتامينات ممكن تستقبلي على مضاد حيوي من بتاع الاطفال، تحط لهم بالسنتي على رتل المية اول 3 ايام. اول 3 ايام هنضيف المية 12 ساعة بس، بعد كده 12 ساعة تانيين مية نضيفة. من الاسبوع التاني للتالت بقى هنبقى لسه على العلف البادي محناش هنغيره. تمام. تبدأ بقى تقدم حاجات خضرة خفيفة من المنزل زي الجرجير، البرسيم، ورق الخس. الحاجات دي كلها بتبقى مفيدة بشكل غير طبيعي للبط. هنقدمه بقى تدريجيا، يعني ما ينفعش نقوم رايحين قاطعين العلف وحاطين الحاجات دي، لا احنا بنحط العلف وبنقدم الحاجات دي كسناكس كده. يعني مثلا رحنا الصبح حطينا العلف والبط بتاعنا اكل العلف، نروح لهم بره الظهرية كده نقدم لهم جرجير، برسيم، حاجات خفيفة كده. من عمر بقى 3 أسابيع لحد شهرين تنزل العلف اللي هو النامي. احنا بدأنا بالبادي، تنزلي بالنامي. تمام. وتزود تدريجيا بقى ذرة أصفر كمصدر طاقة. يعني مثلا هتجيب كيلو من العلف هتحط عليه نص كيلو من الذرة الأصفر المجروش، ده تحفة 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 في الطاقة. تمام. هنا البط بقى بيبدأ يكبر بسرعة. من هنا بقى لحد فترة البيع هنستخدم علف ناهي. تمام. ده تركيزه تقريبا بيبقى 18 أو 19% من البروتين. هنستخدم علف كل يوم؟ لا، احنا مثلا ممكن نقدم مرتين في الأسبوع من العلف. الباقي بقى ممكن نعمل خلطات، ممكن نجيب ذرة على قمح على شعير على أعلاف ونلخبطهم في بعض ونعملهم كعلفة أسبوعية. يعني مثلا يجيب 2 كيلو من الذرة، 2 كيلو من القمح، 2 كيلو من الشعير، 2 كيلو من العلف، ونلخبطهم في بعض، نفضل العلفة دي موجودة عندنا طول الأسبوع. ده بتبقى اسمها خلطة بط. ممكن تضيف معاه كزب، مفيش أي مشكلة. وكمان ممكن تضيف بواقي اكل المنزل، رز، عيش، خضار، بس ما تضيفش الحاجات دي على الذرة والقمح والاعلاف. يعني مثلا الذرة والقمح والاعلاف احنا بنجيب الحاجات دي بتبقى حاجات مركزة او نواشف من محل الاعلاف. تمام. دي بنقدمها لوحدها. بواقي المنزل بقى ممكن تجيبي عليها دشيش تطبخيه مع بواقي المنزل، ممكن تجيبي سمك للبط تطبخيه مع بواقي المنزل. يعني البط بتاعنا بياكل اي حاجة، بس احنا قلنا الذرة والقمح، الشعير، الاعلاف، الكزب، الحاجات دي كلها بتزود معانا من سرعة التسمين وبتحميه من الامراض بشكل كبير جدا. تمام. الخلطات بقى اضافات طبيعيه مهمه جدا. بعد ما نعملها للبط بتاعنا بيحميه من الامراض وبيساعد معانا على فتح الشهيه. تعالوا اقول لكم ايه هو.
التوم المهروس هنحطه مع المية، ده كأقوى مضاد حيوي لو انت مش عايزة تستخدمي مضادات حيوية او ادوية للبط بتاعك. وانا عن نفسي بفضل الحاجات الطبيعية. توم مهروس مع المية ده مضاد حيوي. طب بصل برضو بيساعد على فتح الشهية. الحلبة المطحونة ممكن نحطها على العلفة، دي بتساعد على الهضم، وكمان بتساعد على منع الاسهالات آه وزيادة انتاج البيض. يعني مثلا لو البط بتاعك كبر بقى عنده 6 شهور، عايزاه يكون معاكي من عنقود البيض، فحطيله حلبة، بس حلبة مغلية. تمام. الخميرة بقى بتساعد معانا على زيادة الوزن وتحسين المناعة. الجزء الرابع معانا وهو المية والعناية للبط بتاعنا، العناية اليومية. البط لازم يبقى المية بتاعته نضيفة يوميا. لو مش هتغيريها مرتين او 3 مرات في اليوم يبقى مرة واحدة، لكن يفضل ان انت تغيري المية مرتين يوميا. طبعا وطبعا البط كتير مائي فبيحب المية. يعني انت مثلا لو انت بتربي على السطح هاتي طشت كده من مية وسيبيه، ده طبعا في الصيف، وتسيب البط معاه هتاخدي بصي بط تحفة تحفة تحفة. انا كنت بعمل كده. لو رجعت الفيديوهات القديمة اللي هي في فصل الصيف هتلاقوا ان انا كنت حاطة طشت مية وبخلي البط بقى ينزل يوم ويسبح معاه. ممكن تحطي لو مش عندك علافات ممكن تحطي حاجات واسعة شوية، والعلافات تكون علافات بط مش علافات فراخ بيضة او الطيور التانية اللي هي من قرها صغير. لا، البط من قرا كبير عايز حاجة واسعة عشان يعرف ياكل. تمام. المية يفضل ان انتوا تحطيها في حل. تمام. عشان السقاية البط مش بيعرف يشرب منها قوي. تمام. الجزء الخامس معانا في الفيديو بتاع النهاردة هو الوقاية من الامراض اخطر حاجة ممكن توقف مشروعك. اشهر بقى المشاكل اللي ممكن تيجي للبط بتاعك الاسهالات، ودي اللي اتكلمنا عليها في الفيديو اللي فات. ممكن سببها العلف مش نضيف او المية ملوثة، وحاجات تانية كتير ان الفرشة او بكتيريا او ديدان شرحناها في الفيديو اللي فات. لو البط بتاعكم عنده اسهالات فارجعوا للفيديو اللي فات. العلاج التوم مهروس في المية او دواء بشري شبه الفلاجيل بجرعة صغيرة. تمام. او البط بتاعك بقى عنده نقص فيتامينات، ده بيظهر في شكل البطن، بتلاقي البط بتاعك ضعيف جدا والريش بتاعه مش كويس او بيقرقط بعضه. تمام. العلاج هتجيبي فيتامين A ودي 3 E، يعني فيتامينات A ودي و3 وE، او خضرة طبيعية شبه البرسيم او الحاجات دي. نصايح مهمة بقى في تربية البط: المكان لازم يكون نضيف دايما، لازم ننضف المكان على طول، ولازم ندي البط بتاعنا حاجات يعني خلطات طبيعية شبه المضاد الحيوي علشان نحميه من الامراض. اول ما تلاحظ بطة كده عندها خمول، بطة مش بتاكل، اعزلها فورا. تمام. ده بتبقى بداية المرض. وتعالوا بقى ندخل مع بعض في الجزء السادس وهي أسرار التسمين والربح من البط المسكوفي أو أي بط انتي بتربيه. العمر المثالي للبيع من 75 ل90 يوم. دي بتبقى البط بسم الله ما شاء الله معاكي وصل ل3 كيلو ونص و4 كيلو ونص. لو عايزة البط يوصل معاكي مثلا 5 كيلو 6 كيلو هتقعديه مثلا لحد 4 شهور اللي هو 120 يوم. تمام. ما تستعجليش وتبيعي بدري، لازم البط ياخد وقته علشان وزنه يزيد تعرفي تكسبي منه كويس. لكن لو استعجلتي فانتي مش هتكسبي كويس. الاحسن ان انتي تقعدي البط براحته خالص. تمام. حاولي تبيعي بقى في المواسم. ايه المواسم بقى بتاعه البط؟ رمضان ده اكبر موسم للبط والعيد الكبير. تمام. تقدري تبيعي للتجار او مذبوح ومجهز للاهالي، او لو انتي في مكان فيه مطاعم ممكن تبيعيه للمطاعم. تمام. دي كده. تعالوا بقى مش عايزه اطول عليكم اكتر من كده، ندخل في الجزء السابع وهي افكار ذكيه لتقليل التكلفه. استخدام بقايا الاكل اللي موجود عندنا في البيت مع العلف، ده بيوفر معانا بشكل كبير جدا. اعمل خلطات للعلف بسيطة زي ما قلت لكم في البيت: ذرة، فول صويا، ردة. ممكن نجيب كيلو علف نحط عليه كيلو من كل حاجة زي ما شرحنا في بداية الفيديو، ده بيوفر معانا بشكل كبير جدا. لو عندك مساحة يعني شبه السطح، سيب البط يجري وياكل في السطح
ياكل في السطح ايه؟ سيبه يجري ويلعب في السطح، واشتري له برسيم وحشائش على طول على طول على طول. لو عندك ارض زراعيه بقى فلاحين وكده، مش قصدي حاجة بفلاحين، انا فلاحة عادي وافتخر ان انا فلاحة. سيبيه يرعى في الارض، ياكل برسيم وياكل حشائش وياكل كل حاجة. ممكن تربي البط مع الفراخ علشان يستفيدوا من نفس المكان والعلف. الفراخ بقى نهين الفراخ البلدي، لكن ما ينفعش فراخ بيضة. الفراخ الساسو البط بياكل اكلها فمش بتكبر بسرعة، تمام؟ دي تجربتي الشخصية. فانتوا الاحسن مع الفراخ البلدي او الفيومة عامة. وبكده بقى نكون وصلنا لنهاية الفيديو بتاعنا. اتكلمنا عن حاجات كتيرة جدا في الفيديو، يا رب تكونوا استفدتوا من الفيديو ده بشكل كبير جدا. اتكلمنا عن اختيار النوع وتجهيز المكان والتغذية السليمة والوقاية من الامراض واسرار التسمين وكمان طرق الربح. لو الفيديو عجبكم اعملوا له بقى لايكات كتيرة جدا، شاركوا مع اصحابكم وقرايبكم واخواتكم علشان يستفادوا منه، واشتركوا في القناة وفعلوا الجرس علشان يوصلكم كل جديد. اكتبولي في الكومنتات بقى تحبوا الفيديو الجاي يكون عن ايه؟ الاعلاف البديلة اللي احنا هنربي بيها البط بتاعنا ببلاش، ولا علاج الامراض؟ لو عندكم اي مشكلة بتواجهكم في تربية البط اكتبوها في الكومنتات، وان شاء الله نلاقي لها اسرع حل مع بعض. مع السلامة يا حبايب قلبي.